يا جماعة في موضوع من امبارح انا مش مصدقاه، حوار غريب جدا جدا. انا مش عارفة ازاي بيمر مرور الكرام بالشكل ده. زي ما انتوا عارفين المقاطعة عملت مفعول كبير جدا جدا، واحد السايد افكتس اللي حصلت لما حصلت المقاطعة ان براندات كتير جدا عملت خصومات، براندات كتير جدا حاولت ترجع بأي شكل، براندات كتير جدا عملت اوفرز ويعني بتحاول تشد الناس ليها بأي شكل ممكن. بس ان العكس يبقى صحيح ده الغريب قوي. العكس صحيح ازاي؟ امبارح البراند ده زي ما انتوا شايفين لقيته منزل الحملة الدعائية بتاعته بالمنظر ده. هل دي ممكن تكون صدفة؟ استحالة، مش معقول تكون صدفة. علشان حد يحاول يقنعني ان ده صدفة، انا طبعا استحيل اصدق ان ده صدفة. يا جماعة البراند بيركب الترند، يعني معتبر ان القضية دي ترند وراح بيستفز الناس، بيستفز الشعوب العربية، وعامل الإعلانات بتاعته والحملة الدعائية بتاعته جثث وأكفان ورماد وتراب. وزي ما انتوا شايفين الصور، أنا لحد دلوقتي مش قادرة استوعب. متخيلة ان هما هيطلعوا بيان مثلا يقولوا ده مش احنا، بس انا دخلت على صفحتهم لقيتهم ان هما اللي عاملين كده فعلا. يعني انا بصراحه مش عارفه ايه تاني ممكن يتعمل، ايه اكتر من المقاطعه ممكن يتعمل؟ يعني مقاطعه للبراندات اللي زي دي وقطعناها، ايه اللي بعد كده؟ ايه اللي ممكن يحصل بعد كده؟ يعني ايه اكتر من كده نعمله؟ ايه اكتر من كده يتعمل علشان الناس دي تبطل تستفز في الشعوب؟ ايه وليه؟ ليه اصلا ننشر؟ طب بغض النظر بقى، تمام، لو ما كانش فيه الاحداث بتاعه اليومين دول او الاحداث بتاعه 7 اكتوبر او كل اللي حصل ده، هل دي حملة تليق؟ هل دي حملة تليق بالإنسانية عموما؟ هل دي دعاية تخلي الناس اللي بتتفرج وتشتري تخليهم ما يحسوش بالاشمئزاز ويحسوا ان هم مخنوقين؟ يعني ايه يعملوا دعاية بالمنظر ده؟ وبصوا انا لحد يعني قريب ما كنتش عارفة ايه البراندز اللي ممكن تبقى مش داعمة للمهازل اللي بتحصل دي، وايه البراندز اللي ممكن نفضل نشتري منها عادي. بس الحمد لله ان ده بيظهر عشان كل يوم الواحد يعرف، وطبعا شير على اعلى نطاق عشان اللي مش عارف بقى يعرف. لان انا شخصيا لو سافرت واشتريت حاجه من عندهم ما كنتش هبقى واخده بالي. انا شخصيا محلات الهدوم بالذات ما كنتش عارفه لحد النهارده، ما اعرفش ايه المقاطعه وايه اللي مش مقاطعه. ف يعني ارجوكم شير للي بيحصل ده لان ده غريب جدا.